يا مساء الفل حبايبنا طلبة تانية ثانوي. طبعا داخلين على امتحان شهر ابريل، وطبعا كالعاده مش مذاكرين حاجه ومريحين عشان خاطر ثالثه ثانوي. طيب دلوقتي يا شباب في الفيديو ده 2 في 1 هنعمل ريفيجن على شابتر 2 بريودك تيبل، وفي نفس الوقت دي هي مراجعه شهر ابريل. طيب انا سمعت ان في بعض المدارس محتوى شهر ابريل داخل في شابتر 2 اول درس في شابتر 3. اول درس في شابتر 3 موجود على المنصه بتاعتنا، لينك المنصه موجود في الديسكربشن amirsalama.com. خش على المنصه اعمل اكونت اشتري الحصه بتاعت ليسون 1 شابتر 3. انا قمت لك بثلاث ارباع المراجعه كلها، انا تقريبا هراجع لك على ثلاث ارباع محتوى شهر ابريل اللي داخل في امتحان الشهر في ماده الكيمستري. فدي مراجعه 2 في 1 براجع لك شابتر 2 بريودك تيبل كله. هنمسك كده شويه اسئله ومن كل سؤال نحله هنراجع المعلومات بتاعته كلها. بعون الله مفيش سؤال في المراجعه دي هيتحل مش هتلاقيه في الامتحان بتاع شهر ابريل. فالمراجعه دي يعني مش عايزك اسميها بقى كورس الانقاذ، دي مركب الامان اللي هتنجحك في امتحان الشهر اللي انت ما تعرفش فيه حاجه. فدي 2 في 1 هرجع لك شابتر 2 كله، وفي نفس الوقت هي مراجعه شهر ابريل لطلبه تانية ثانوي في ماده الكيمستري. مراجعه وقتها قليل. طيب ملزمه المراجعه دي فين؟ عايزين الملزمه، عايزين البي دي اف. البي دي اف ده يا جماعه هتلاقوه موجود في اللينك جروب الواتساب، هتلاقوه في اللينك بتاع الديسكربشن جروب واتساب. تمام؟ جروب الواتساب ده هو جروب طلبه تانية ثانوي يوتيوب امير سلامه، ده جروب الطلبه بتاعتي تانية ثانوي سواء سنتر اونلاين يوتيوب، انا مسميه يوتيوب بس هو جروب طلبه تانية ثانوي كلها. جوه الجروب ده هتلاقوا في الديسكربشن بتاعه لينك تحملوا منه ملزمه بي دي اف، يا اما هتلاقوا فيه رقم اللي هو بتاعنا برضو في الديسكربشن ده تحملوا منه برضو الملازم، تبعتوا على الرقم ده واتساب لو سمحت عايزين ملزمه مراجعه شهر ابريل. بس خلي بالكم قولوا له شهر ابريل عشان كان في شهر مارس اللي فات، فاحنا عايزين ملزمه مراجعه شهر ابريل. هيبعتوا لكم ملزمه يا باشا بي دي اف وتقعد تذاكر وتتابع معايا. ضروري جدا تكون متابعني على الواتساب، ضروري تكون عامل اكونت على المنصه بتاعتي لان هنزل حصص بقت شابتر 3 كلها على المنصه، فضروري تكون مشترك معانا على المنصه amirsalama.com. رقم الدعم الوحيد الخاص بينا هو رقم واحد مفيش غيره، رقم الاسئله ورقم الدعم والاستفسارات وتحويل ثمن الحصص 010 94 57 3662. ده الرقم اللي تبعت له عشان تاخد ملازم تشحن عليه الحصص وتجدد بيه الباقه. عايزك تفرد ظهرك يفضل تكون بعت على الرقم اللي لسه قايله ده على الواتساب عشان تحمل الملزمه، وتكون موجود معانا على جروب الواتساب اللي اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن. لازم تكون موجود معانا على جروب الواتساب عشان لو بعت عليه اي ملخصات او اي ملازم. ويلا بينا بقى يا معلم نشوف شابتر 2 بريودك تيبل بيقول ايه. طيب بعد ما تكون جبت الملزمه بي دي اف وحملتها، اتمنى تكون عملت كده يعني وطبعتها، ركز بقى معايا. المراجعه المره دي انا فهمت انتوا بتكرهوا ايه. انتوا بتكرهوا ان المدرس يقعد يشرح تاني، انتوا عايزين الشرح والحل في حته واحده وعايزين الوقت يبقى قليل. عين الاثنين. انا همسك سؤال اشرحه بالتفصيل ومنه اراجع معلومات الشابتر المهمه كلها. دي باذن الله اهم الاسئله اللي هتخش تلاقيها زي في امتحان الشهر باذن الله. بس خلي بالك ده شابتر 2 بس. سمعت ان تقريبا بعض المدارس الامتحان داخل فيه على اول درس في شابتر 3. لو لك داخل يعني الامتحان على اول درس في شابتر 3 فده موجود على المنصه بتاعتنا، تقدر تشتري الدرس ده وتتفرج عليه عادي. تمام؟ السؤال الاول بيقول لحضرتك ايه؟ يلا بينا يا شباب نجيب كده بقى القلم الجميل بتاعنا ونشوف الكلام على ايه. ريفيجن شابتر 2 يلا بينا. احنا عايزين بقى لون ايه؟ ناخد احنا لون ازرق بقى عشان تبقى حاجه ايه مختلفه. ازرق ايه يا عم؟ تمام. السؤال الاول all of the following are correct concerning the properties of alkali metal. كل هذه الاختيارات صح في التعبير عن الالكالاي ميتال. هم مين يا معلم الالكالاي ميتال لما تقابلها في الامتحان؟ الالكالاي ميتالز هي المواد اللي موجوده في جروب 1A. اي ماده موجوده في جروب 1A من الالكالاي ميتال زي الصوديوم او البوتاسيوم او السيزيوم او المواد دي كلها، كل المواد دي بتتميز، كل الالكالاي ميتال بتتميز ان اخر انرجي ليفل عندها فيه كام الكترون؟ 1 الكترون. طب وطالما الماده في التوزيع بتاعتها عندها اخر انرجي ليفل فيه 1 الكترون، احنا اتفقنا قبل كده ان الجروب نمبر يعني ايه الجروب نمبر؟ يعني رقم العمود اللي فيه الماده هو عدد الالكترون في اخر انرجي ليفل. فالالكالاي ميتالز دي كلها مواد موجوده في جروب 1A، فالمواد دي كلها بتتميز ان اخر انرجي ليفل عندها فيه 1 الكترون. طب معنى ان الماده عندها اخر انرجي ليفل فيه 1 الكترون يبقى الماده دي عشان تبقى ستيبل بتحب تعمل ايه؟ تلوز 1 الكترون، تعمل لوزنج لل1 الكترون. يعني حضرتك انا عشان ابقى ستيبل عايز اخر انرجي ليفل ده يبقى فيه 8، فانا اعمل ايه؟ اكسب 7 ولا اخسر 1؟ اخسر 1، باخد السكه الاقصر. اخسر دي في الكيمياء عندنا يعني بيعملوا عمليه اوكسيديشن. طيب واتعلم معايا اي ماده بتعمل عمليه اوكسيديشن اقول عليها reducing agent. اقول عليها ايه يا شباب؟ reducing، خطي صعب، reducing agent. reducing agent. حلو قوي.
يبقى الالكالاي ميتالز دول بيتميزوا ان عندهم اخر انرجي ليفل فيه 1 الكترون، وعشان كده بيحبوا يعملوا لوز لل1 الكترون، يعني بيحبوا يعملوا عمليه اوكسيديشن، فبالتالي بيشتغلوا ريديوسنج ايجنت. اتمنى تكون بتكتب الكلام ده ورايا لو انت طابع ملزمه، لو مش طابع ملزمه اكتبه في اي ورقه بره، يعني مهم جدا او تصور السؤال. فهو بقى بيقول لك كل هذه الاختيارات من خصائص الالكالاي ميتال ما عدا، نقرا واحنا فاهمين. بسم الله ما شاء الله. اول اختيار انا لسه مش جاب سيرته، زي كان فورم ايونيك كومباوندز اونلي، دي معلومه صح. ليه؟ ده من الشابتر الاولاني يا معلم. بص يا حبيبي، الايونيك كومباوند هو كومباوند دايما بيتكون ما بين ميتال ونون ميتال. اما الكوفيلنت ما بين تو نون ميتالز، فالنون ميتال بيقدر يعمل ايونيك لو مسك مع ميتال، ويقدر يعمل كوفيلنت لو مسك مع نون ميتال زيه، لكن الميتال ما بيعرفش يعمل غير حاجه واحده بس، ايونيك بوند او ايونيك كومباوند، لان الميتال عمره ما بيمسك الا مع نون ميتال، فالميتال لما يمسك مع النون ميتال يعمل ايونيك بوند، فبالتالي الميتالز ما تقدرش تعمل، او الالكالاي ميتالز ما تقدرش تعمل الا ايونيك كومباوندز بس. طيب بي، هو بيقول لك اكسبت، انا عايز الاجابه الغلط، تمام. بي they can give positive 1 oxidation state، مش محتاج اتكلم. هي الالكالاي ميتال بتعمل لوز لل1 الكترون، طب هي اي ماده بتعمل لوز للالكترون؟ حضرتك الالكترون ده بالنيجاتيف، انا لما اخسر الكترون نيجاتيف التشارج بتاعتي هتزيد بواحد فابقى بوزيتيف 1. زي ما انتم عارفين الصوديوم بيبقى اتوزع 2 8 1، فهو بيعمل لوز لاخر الكترون، فبيبقى صوديوم عادي ولا صوديوم باور بوزيتيف 1 باور بوزيتيف 1. فدايما الالكالاي ميتال اكمنهم بيعملوا لوز ل1 الكترون، فعشان كده الاكسيديشن نمبر بتاعهم بوزيتيف 1. مش عايز واحد اهبل يقول لك ايه ده، هو انا ازاي بخسر وبتبقى التشارج بالبوزيتيف؟ ازاي يعني اخسر وابقى بالبوزيتيف؟ عادي، انت هبل يالا ولا ايه؟ اسال نفسك، انت بتخسر الكترون، فطبيعي لما اخسر الكترون نيجاتيف التشارج بتاعتي تبقى بالبوزيتيف. انا لما اخسر الكترونز نيجاتيف البوزيتيف بيزيد. طب انت لما تخسر 1 الكترون نيجاتيف التشارج بتاعتك هتبقى بوزيتيف كام؟ 1. فطبعا بي معلومه صح، هم عندهم بوزيتيف 1 اوكسيديشن ستيت. مش عايز واحد يقول لك مستر احنا هنبات في السؤال، ما انا قلت لك هشرح واحل في نفس الوقت. دي بقى فكره جديده كده، انا حبيت اطبق الكلام ده مع منهج ثانيه ثانوي السنه دي. منهجكم كبير الصراحه، منهجكم كبير مقرف، فانا عارف ان انتم مش طايقين نفسكم، فانا باذن الله هبقى طوق النجاه دي معاك. فاشترك معانا في القناه، تابعنا على جروب الواتساب، عشان انا يا جماعه مش كل ما اجي انزل مراجعه الناس تيجي تقول لي هي فين مراجعه مثلا شهر مارس، فين مراجعه شهر ابريل. يا جماعه ما احنا منزلين، اشتركوا في القناه عشان تتابعوا اول باول. طيب اختيار سي زي ار سترونج ريديوسنج ايجنت، صح، هم بيشتغلوا ريديوسنج ايجنت، صح. اختيار دي بقى كده كده انا اختاره، انا متاكد من اول 3 عميل شرحهم بالتفصيل. اختيار دي زي have very high first ionization energy. اصلا يعني ايه ionization energy؟ الايونيزيشن انرجي هي الانرجي اللي الماده بتعملها عشان تخسر الكترونات. طيب لو جيت قلت الفيرست ايونيزيشن انرجي، دي معناها ايه؟ دي معناها ان دي الانرجي اللي الماده بتعملها عشان تخسر اول الكترون. يبقى تاني، الفيرست ايونيزيشن انرجي هي الانرجي اللي الماده بتعملها عشان تخسر اول الكترون. طب السكند ايونيزيشن انرجي هي الانرجي اللي الماده بتعملها عشان تخسر تاني الكترون. طب الثيرد ايونيزيشن انرجي هي الانرجي اللي الماده بتعملها عشان تخسر تالت الكترون. لو سمحت فكك يا عم من اللي مكتوب، نشرح على ماده بجد. الصوديوم او اي ماده من جروب 1A، هنختار الصوديوم مثلا رقمها 11، فبتتوزع 2 8 1. ماده الصوديوم اخرها تخسر كام الكترون؟ اخرها تخسر 1. يعني عشان تخسر اول الكترون سهله ولا صعبه؟ الاجابه سهله جدا، لانها لو خسرت الالكترون ده هيبقى عندها 8 كومبليتلي فيلد، فتبقى فيري ستيبل. لكن لو فكرت تخسر الكترون تاني زياده هتضطر تخسره من ال8، وال8 انرجي ليفل مليان، وعشان اخسر منه ده عمليه سهله ولا صعبه؟ صعبه قوي ولا صعبه جدا؟ صعبه جدا. اذا الصوديوم عنده الفيرست ايونيزيشن انرجي سهله جدا، عشان بيقدر يخسر اول الكترون بسهوله، والكلام ده على الصوديوم وعلى كل الالكالاي ميتال. لكن السكند ايونيزيشن انرجي بتبقى صعبه جدا جدا. السكند ايونيزيشن انرجي ليه؟ عشان السكند ايونيزيشن انرجي بالنسبه للالكالاي ميتالز او الصوديوم بالاخص معناها ان الماده لازم تخسر الكترون تاني، والالكترون التاني هتخسره من ال8، وده كومبليتلي فيلد انرجي ليفل وصعب اخسر منه. فاختيار دي انت بتقول ان الالكالاي ميتالز عندهم فيري هاي فيرست ايونيزيشن بوتنشال. غلط، دول عندهم فيري لو فيرست ايونيزيشن بوتنشال. دول لما بيصدقوا يخسروا اول الكترون اكمن لما يخسروه يبقى عندهم ال8 فيبقوا فيري ستيبل. فهم اول الكترون ده الايونيزيشن انرجي بتاعته قليله جدا. انت جاي تقول ان هي عاليه جدا، غلط. هي اللي عاليه جدا الثانيه والثالثه وبعد كده بقى،
لكن الاولى هي سهله جدا، الثانيه هي اللي صعبه قوي، لان الالكترون الثانيه الانرجي اللي هعملها عشان اخسرها هتبقى عاليه قوي، لاني هضطر اخسرها من انرجي ليفل مليان. اذا الاجابه الصح هنا لتر دي. مسكنا السؤال فصصناه، انا تقريبا شرحت الدرس الاول في السؤال ده، صباح الفل. طبعا انا بعد كده هجري سنه، يا رب يا رب يرجع اللي كتبته. ما فيهاش باي باي كده كمبوره احيي. ماشي. السؤال الثاني due to the presence، اللي حصل يا جدعان؟ due to the presence، تعالوا نشوف. دخلنا في ماس، احنا مش ماس، احنا كيمياء. البي دي اف بتاعنا فين؟ طيب تمام، هي ان شاء الله سهله وبسيطه باذن الله. هتحمل اهي ريفيجن شابتر 2 تانية ثانوي. طب عاملين ايه يا شباب تانية؟ عاملين ايه بجد والله؟ انا قلت اتكلم معاكم كده ايه فاصل وانا واصل يعني. الايام بقت بتجري يا جدعان. عارفين اغنيه ويجز الايام مش زي بعضها بس ايامي زي بعضها؟ صوتي ايه رايكم؟ وحاجات الاغنيه دي يا جدعان بتجيب لي اكتئاب بجد، يعني الاغنيه دي حرفيا بتجيب لي اكتئاب، بحس ان انا دخلت في مود اكتئاب. يلا بينا. السؤال الثاني للاسف البي دي اف اشتغل، كان نفسي ما يشتغلش واقفل واكمل تصوير في يوم تاني، بس هي دي الدنيا للاسف. رقم 2 due to the presence، بسبب وجود 1 الكترون في الفالنس شيل عند الالكالاي ميتال زي ايه؟ يعني الالكالاي ميتال دول عشان عندهم 1 الكترون في الفالنس شيل، يعني كل الالكالاي ميتال، انا بجد مش عارف ايه ال1 دي بجد، 1 معاقه. الالكالاي ميتال بسبب انهم عندهم 1 الكترون في الفالنس شيل بيتميزوا بايه؟ هل دول بيعملوا جين الكترون؟ لا طبعا، احنا قلنا ان المواد دي عشان عندها اخر انرجي ليفل في 1 الكترون فهم بيعملوا لوز لل1 مش جين. بي they have very large atomic radius. لا تعالى بقى نتكلم مع بعض. بص يا روح قلبي، في الترم الاول كنا بنقول ان من الشمال لليمين الاتوميك راديوس بيقل، وانت ماشي من الشمال وهتاخدها في ثانويه عامه، من الشمال لليمين الاتوميك راديوس بيقل اللي هو حجم الاتوم. طب الالكالاي ميتالز دول المواد اللي في جروب 1 اي، يعني دي المواد اللي موجوده في اول عمود في البيريودك تيبل. فطالما المواد دي في اول عمود في البيريودك تيبل اذا هم عندهم اكبر راديوس. ما انا بقول من الشمال لليمين الراديوس بيقل، طب المواد دي موجوده في اول عمود يعني هم في اقصى الشمال فاذا هم عندهم اكبر راديوس. فبي دي ان هم عندهم اكبر راديوس دي معلومه صح بس ما تختارهاش. سي زي هاف ويك ميتاليك بوند. من شابتر 1 يا جماعه قلنا ان الميتاليك بوند دي بوند مش موجوده الا عند الميتالز. الميتاليك بوند مش موجوده الا عند الميتالز. طيب قوه الميتاليك بوند بتعتمد على ايه؟ قال لك قوه الميتاليك بوند بتعتمد على عدد الالكترونات في اخر انرجي ليفل. فلو الميتال عنده اخر انرجي ليفل فيه 1 الكترون بتبقى الميتاليك بوند بتاعته ضعيفه. طيب لو الميتال عنده اخر انرجي ليفل فيه الكترونتين بتبقى الميتاليك بوند بتاعته نص نص. طب لو الماده عندها اخر انرجي ليفل فيه 3 الكترونات بتبقى الميتاليك بوند بتاعته قويه قوي. احنا بقى الالكالاي ميتالز بتاعتنا يا حبه عيني عندها اخر انرجي ليفل حيالله في 1 الكترون، اذا الميتاليك بوند بتاعتهم ايه؟ فيري ويك. فاختيار سي اختيار صح. هم عندهم فعلا ويك ميتاليك بوند. اختيار دي بيقول لك ان هم اوكسيدايزنج ايجنت، انا لسه قايلها فوق، هم دول بيحصل لهم اوكسيديشن فبيشتغلوا ريديوسنج ايجنت، كنت كاتبها لسه فوق فدي غلط. اختار بي ولا سي؟ تعالى يا حمار يا اللي بتسال. بي معلومه صح بس ملهاش علاقه بالسؤال، يعني هم عندهم فعلا لارج اتوميك راديوس بس ده ملوش علاقه بان هم عندهم اخر انرجي ليفل في 1 الكترون. فبي صح بس ما تخصنيش، ملهاش علاقه بالسؤال اصلا. لكن سي اجابه صح وليها علاقه بالسؤال. هم عندهم ميتاليك بوند ضعيفه بسبب انهم عندهم 1 الكترون بس في اخر انرجي ليفل. فهمت القصه؟ تمام. رقم 3، يعني افرح قوي لما تبعتوا لي بقى كده في الكومنتس او على الواتساب الاسئله بقى، يعني بجد بجد مراجعه شهر مارس اللي فاتت الحمد لله الاسئله كلها الحمد لله كانت جايه في امتحانات الشهر على مستوى المحافظات كلها. نفسي بقى شهر قبل يبقى نفس الكلام، يعني هنتبسط جدا. رقم 3، all the following، كل هذه الاختيارات are from the properties of francium element except، كل هذه الاختيارات من خصائص ماده الفرانشيوم ما عدا. بص يا روح قلبي تعال اتكلم معاك على الفرانشيوم شويه. الفرانشيوم ماده راديو اكتيف، لو قعدت تدور عليها في الارض من هنا لمليون سنه قدام مش هتلاقيها، لان الفرانشيوم ماده مش موجوده في الارض. الله، امال عرفناها منين وبنجيبها ازاي؟ تعالى وانا اقول لك.
الفرانشيوم الماده الراديو اكتيف بتيجي من ماده تانية اسمها الاكتينيوم. الاكتينيوم دي بنضربها بالفا، فلما بتتضرب بالالفا ري بنضربها بالالفا ريز، فلما الاكتينيوم دي بتتخبط فيها الالفا ريز بتتفكك، بيحصل لها حاجه اسمها ديسنتجريشن، تفكك. الاكتينيوم دي لما بتتفكك بيطلع منها الفرانشيوم. يبقى الفرانشيوم ماده مش موجوده في الارض، دي بتيجي من الاكتينيوم بعمليه اسمها الديسنتجريشن، التفكك. دي اول حاجه. رقم 2، كانوا بيقولوا ان الفرانشيوم ماده راديو اكتيف، وبيقولوا ان الهاف لايف تايم بتاعها 20 دقيقه. يعني ايه هاف لايف تايم اللي انت عمال تكتبها حته واحده دي؟ معناها ايه؟ ما تتكلم عدل. هقول لك حاضر. الهاف لايف تايم بتاعها معناها ايه؟ تخيل ان انا صاحب سوبر ماركت، وانت يا طالب جيت مني اشتريت كيلو فرانشيوم، فقمت انا جبت لك كيلو فرانشيوم من على الرف وحطيته لك في الشنطه، خدته وطلعت بيه على بيتك. المسافه من السوبر ماركت عندي لبيتك 20 دقيقه. عارف لما تاخد كيلو الفرانشيوم وتوصل بيتك بعد 20 دقيقه، لو جيت فتحت الشنطه وبصيت هتلاقي ان اللي في الشنطه ما بقاش كيلو فرانشيوم، بقى نص كيلو. ليه؟ معنى ان الفرانشيوم الهاف لايف تايم بتاعه 20 دقيقه. لازم اخد لك كده، ده معناه ان الماده دي كل 20 دقيقه بتخسر نص وزنها. يعني كل 20 دقيقه اقسم وزنها على 2 واخسر نص منه. فانا كنت مديك كيلو، بعد 20 دقيقه هتخسر نص وزنها فهتبقى نص كيلو. هتقوم انت جاي قال ايه ده انا اتنصب عليها ولا ايه؟ تقوم واخد الشنطه وجاي لي، تيجي تفتح ايه يا معلم ده انت مديني كيلو وانا اروح ابص في البيت الاقيه نص كيلو. نيجي نفتح الشنطه انا وانت ونبص ان الاقيه بقى ربع كيلو. ليه؟ ما انت وانت راجع عدى 20 دقيقه تاني، فهو اتقسم على نصين تاني، فنص على 2 يديني ربعين، ربع خسره والربع ده اللي اتبقى. عقبال بقى ما اقعد اتخانق معاك 20 دقيقه بعدها، فالربع يتقسم على 2 تاني وتفضل تتقسم 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 لحد ما تختفي. فده معنى كلمه الهاف لايف تايم بتاع 20 دقيقه. طب معنى ان الماده دي الهاف لايف تايم بتاعها 20 دقيقه، يعني بتخسر نص وزنها كل 20 دقيقه. هل انا كده اقدر احدد وزنها بالظبط كام؟ لا، لان كل 20 دقيقه الوزن بيتغير. دي معلومات اللي انا قلتها. تعال بقى نقرا ونشوف. كل دول من خصائص الفرانشيوم ما عدا هو عايز بقى معلومه مش من اللي انا قلته. It has more than one radioactive isotope. انا ما جبت سيره الايزوتوب، ما جبت سيرتها، فدي معلومه غلط. امين ما شرحهاش، ما جبت سيرتها. انا ما قلتش ان هو عنده حاجه اسمها ايزوتوب. ايزوتوب دي اصلا حاجه تاخدها في شابتر 3، يعني دي حاجه في اول درس في شابتر 3. فلو انت مذاكر اول درس في شابتر 3 انت فاهمني. انا ما جبت سيره ان الفرانشيوم عندها ايزوتوب، بس انا جبت سيره ان الفرانشيوم بتيجي من السنتجريشن، من الديسنتجريشن بتاع الاكتينيوم. دي صح. جبت سيره ان الاتوميك ويت بتاع الفرانشيوم ما اقدرش احدده بالتدقيق. دي صح، انا فعلا ما اقدرش احسب وزن الفرانشيوم بالظبط كام. جبت سيره ان الهاف لايف تايم بتاع الفرانشيوم 20 دقيقه. دي معلومه صح، فدي صح ودي صح ودي صح. الوحيده اللي ما جبت سيرتها هي لتر ايه. لتر مين يا شباب؟ ايه. ده كده كلام في المظبوط. طيب السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي سعادتك ايه؟ خليك بقى هنا كده ومركز معايا. رقم 4 بيقول لي سعادتك on performing flame test. اللي ما يعرفوش الفليم تيست يجمعوا. الفليم تيست تحليل لازم هيجي لك فيه بكره سؤال. الفليم تيست تحليل لازم هيجي لك فيه بكره سؤال. بكره ايه؟ في امتحان الشهر. انا ما اعرفش هيبقى امتى بقى. اسف ان انا بقول بكره، شغل ثانويه عامه ده. بصوا يا جدعان معايا. الناس كتيره بتسال يا مستر انت شغال تالت ولا لا؟ شغالين ثالثه ثانوي اونلاين وسنتر. ثالثه ثانوي شغالين اونلاين وسنتر. بس يا ابني فكك من جو نحجز من دلوقتي والهبل ده. احجز لما نيجي نبدا. هنبدا في امتى؟ هنبدا في اخر 8. بدايتنا بتبقى من اول 20/8 كده. نبدا باذن الله منهج الثانويه العامه ان شاء الله مع كل طلبه ثالثه ثانوي. بصوا بقى حلوين معايا. يعني ايه فليم تيست؟ الفليم تيست ده هو اختبار للكشف عن الالكالاي ميتالز، الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمواد دي كلها. بنعمل ايه؟ بيبقى كل طالب معاه كيس فيه سولت. السولت ده عباره عن بودره بيضه كده. السولت ده بيبقى فيه ميتال من الالكالاي ميتالز بتوعنا، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، ماسك مع حاجه نيجاتيف زي مثلا السي ال. بتيجي انت يا طالب بتجيب حاجه اسمها بلاتينم واير، سلك مصنوع من ماده البلاتينم، وقبل ما تستخدمه بتنقعه في محلول HCl، كونك HCl. ليه؟ عشان لو السلك عليه اي وساخه او تراب يتنضف. يبقى من مكونات الفليم تيست رقم 1 بجيب بلاتينم واير، رقم 2 بنقعه في HCl عشان انضفه، رقم 3 اخد السلك ده بعد ما اتنضف وزي ما تقول اتبنه كده، احطه بقى على الكيس اللي فيه البودره البيضاء اللي فيه السولت بتاعي. السولت ده فيه الكالاي ميتال، فيه ماده نيجاتيف اللي هي السي ال ماسكه مع الكالاي ميتال. مين الالكالاي ميتال؟ ما اعرفش. فانا بقى هجيب السلك ده واقوم ايه زي ما تقول ايه يعني حاطط السولت على السلك كده، ما بيبقى مبلول بعد الاتش سي ال، فانت لما تحطه على السولت هتلاقي السولت مسك معاه، هتتبنه كده كانه صباع سوسيس كده، وتقوم واخد البلاتينم واير اللي عليه السولت بتاعك اللي انت ما تعرفش مين الالكالاي ميتال اللي ماسكه فيه. ما السولت ده يعني ماده نيجاتيف مع ماده بوزيتيف. الماده البوزيتيف هي اي واحده من الالكالاي ميتالز، هي المفروض الكالاي ميتال بس مين فيهم انا ما اعرفش، هل هي ليثيوم صوديوم بوتاسيوم سيزيوم رابيديوم، انا ما اعرفش. بعد كده
تاخد السلك اللي عليه السولت بتاعك ده وتروح بيه على المعمل لحاجه اسمها البانسن فليم. البانسن فليم عامله زي عين البوتاجاز، مصدر نار كده بيبقى في المعمل. الشعله اللي بتطلع من البانسن فليم دي بيبقى لونها ازرق. لونها ايه؟ ازرق. اول لما تحط السلك بتاعك اللي عليه السولت على الشعله اللي لونها ازرق هتلاقي لون الشعله اتغير. كل الكالاي ميتال بيدي لون معين مع الشعله، في اللي يدي كريمسون، في اللي يدي بلو، في اللي يدي فايلت، في اللي يدي بلوش فايلت. ففي جدول كان عندنا في الملزمه بيقول لك كل الكالاي ميتال بيطلع لون ايه. هنا بقى دي الفكره. انا دلوقتي سمعت لك الفليم تيست كامل. ايه هي الادوات اللي بستخدمها في الفليم تيست؟ 3: بلاتينم واير، HCl للتنظيف، بانسن فليم شعله نار عشان ايه؟ اشوفها وهي بتغير لونها. هنا بقى هو هيعمل الفليم تيست على الليثيوم كلورايد. يعني هو قال لي ان السولت ده فيه ليثيوم. قول لي بقى الليثيوم ده اللي على البلاتينم واير اول لما يقابل شعله النار هيخرج لون، الويف لينس بتاعه بكام؟ فانا بقول لك يا مستر هو انت عبيط؟ انت ما شرحتش ارقام ولا قلت سيره الويف لينس. ما تخافش، ارجع للجدول في ملزمه الشرح، سواء بتحضر في معاك ملزمتي او مع غيري، هتلاقي في جدول بيقول ان الليثيوم ده في الفليم تيست بيطلع لون احمر. بيطلع لون ايه؟ احمر. يعني حضرتك لو جبت البلاتينم واير وهو عليه سولت والسولت ده فيه ماده الليثيوم وقربته من النار بتاعه البانسن فليم اللي لونها ازرق، هتلاقي اللون بتاع الشعله اتحول لاحمر. يبقى نحفظ ان الليثيوم بالفليم تيست لونه بيبقى احمر. فبيقول لك ايوه بس الاجابه مش عايزه اللون، عايزه الويف لينس. طب ما تغش، ما هو اللون الاحمر الويف لينس بتاعه بكام؟ 700. يبقى الاجابه ايه؟ شفت الاسئله؟ فهمت كده الفكره ماشيه ازاي؟ تمام؟ تمام. كده احنا فهمنا السؤال ده. نيجي للسؤال اللي وراه رقم 5. يلا بينا. بيقول لك ايه سعادتك؟ which of the following chemical formula represents the compound. اي من هذه الفورمولا بتعبر عن الكومباوند اللي بيدوب ايزلي في الميه وبيعمل امونيا. ماده واحده بس من الالكالاي ميتال فيها 2 اكسبشن او 3 اكسبشن، الليثيوم. اي سؤال يسالك فيه عن الماده وتبقى محتار مين هي الماده، بنسبه 90% الاجابه ليثيوم. الليثيوم هو الماده الوحيده اللي بيقدر يتفاعل مع النيتروجين ويدوب في الميه ويخرج امونيا. تاني، الليثيوم هو الماده الوحيده اللي تقدر تتفاعل مع النيتروجين وتدوب في الميه وتخرج امونيا. ازاي؟ تعالى وانا اقول لك. يلا بينا. رقم 1 هنجيب الليثيوم رمزه Li، هنفعله مع النيتروجين. النيتروجين رمزه ايه؟ N ولا N2؟ N2. ليثيوم مع النيتروجين هيطلع لي LiN، حاجه اسمها ليثيوم نيترايد. الليثيوم في جروب 1A، اذا الفالنس بتاعته ب1 فالرقم هيروح للN وال1 ما بتتكتبش. النيتروجين في شابتر 2 ماده في جروب 5A، وطالما هي ماده في جروب 5A يبقى الفالنس بتاعتها ب3 فالرقم هيروح للليثيوم فتتكتب بالمنظر ده Li3N. وعشان البالانس احط هنا 3. انا مش فاهم هو بيعمل كده ليه. وعشان البالانس احط هنا 3. وطبعا هنا لا سوري طبعا عشان نعمل بالانس هنا 2N وهنا واحده يبقى احط هنا 2 فكده الN بقت ب2 وهنا الN بقت ب2. الليثيوم هنا 2 في 3 ب6 يبقى احط هنا 6. وكده كده البالانس مش فارق لي قوي دلوقتي بس انا بكتبه لك انت. الايكويشن الثانيه احنا كده شرحنا الايكويشن الاولى ان الليثيوم هي الماده الوحيده اللي بتقدر تتفاعل مع النيتروجين وتطلع ليثيوم نيترايد. احفظ ايه رمز الليثيوم نيترايد؟ Li3N. طب الايكويشن الثانيه بقى الليثيوم نيترايد هيتفاعل مع الووتر H2O. اي تفاعل مع الميه عايزك تفكك الميه دي الى حاجتين H و OH. دايما تعمل كده. الليثيوم البوزيتيف هتمسك مع ال OH النيجاتيف تعمل LiOH، حاجه اسمها ليثيوم هيدروكسيد، مش مهمه بالنسبه لي دلوقتي. المهم ان ال N هتمسك مع ال H، واول لما ال N تلمح ال H هوب يمسكوا مع بعض يعملوا NH3 امونيا. يعملوا ايه يا شباب؟ امونيا. يعملوا معايا امونيا بالمنظر ده. فالليثيوم هي الماده الوحيده، شكلي مسحت من غير ما احس. الليثيوم هي الماده الوحيده اللي بتقدر تتفاعل مع النيتروجين وتطلع ليثيوم نيترايد. الليثيوم نيترايد ده لو اتفاعل مع الميه بيدوب بسهوله في الميه ويعمل امونيا. يعمل ايه؟ امونيا. فالاجابه الصح بص بقى، هو صايع، هو مش قايل لك مين ام، ما هي ام هي الليثيوم. طب مين الكومباوند اللي بيدوب في الماء ويعمل امونيا؟ Li3N. Li3N ده اللي على وزن ايه؟ M3N. فالاجابه الصح هنا هي لتر سي. تمام؟ تمام.
السؤال اللي بعده بيقول لي سعادتك ايه؟ رقم 6. ركز بقى كده معايا في رقم 6. بيقول لي سعادتك هنا في رقم 6 وين بيس اوف صوديوم. لما نجيب قطعه من الصوديوم، نجيب اللون الازرق عشان ما نتلخبطش. لما نجيب قطعه من الصوديوم نضيفها على الميه عند درجه حراره 20، تقدر تقول لي درجه الحراره هتبقى كام؟ والسوليوشن اللي هيتكون هيبقى نوعه اسيد ولا بيز؟ قبل ما نتكلم، اسيد يعني ايه؟ اسيد اي ماده بتبدا ب اتش، اسيد اي ماده بتبدا ب اتش. طب بيز؟ بيز اي ماده بتنتهي ب او اتش. يبقى تاني، اسيد اي ماده بتبدا ب اتش، بيز اي ماده بتنتهي ب او اتش. تالت، اسيد اي ماده بتبدا ب اتش، بيز اي ماده بتنتهي ب او اتش. في نكته فقيعه بتقول مره قنبله وقعت على قهوه عملت بن. ايه علاقه النكته الفقيعه دي؟ انت ليه وجعتني فجاه كده؟ ما انا كنت ماشي كويس. هقول لك ليه، عشان عايزك تركز معايا. الصوديوم لو اتفاعل مع الميه بيعمل انفجار، بوم. الصوديوم لو قابل الميه بيعمل انفجار، بوم. ليه؟ لان الصوديوم بيخش على الميه ينطر الاتش ويقعد مكانه. الاتش ده بقى هو خارج، ده هيدروجين جاز. الهيدروجين جاز ده هو خارج يعمل بر ويسبوب ساوند. طب لما يحصل انفجار درجه الحراره هتفضل زي ما هي ب 20 ولا هتزيد؟ هتزيد. ماشي، نشرح. ادي الصوديوم وادي الميه. امير معلمني الميه دايما بتتفكك الى اتش و او اتش. الصوديوم هيخش على الميه يطرد الاتش ويقعد مكانها، فهو اللي هيمسك مع الاو اتش يعمل ان اي او اتش، والاتش تطرد. بس دقيقه واحده، هو الاتش اللي هيطرد ده هيدروجين جاز، فده بيتكتب اتش ولا اتش 2؟ اتش 2. طالما ضربت جزء من الايكويشن في 2 يبقى لازم تضرب باقي الايكويشن في 2 بالمنظر ده. فده كده اللي طلع لي هيدروجين جاز. الهيدروجين جاز ده بيعمل بيرن وسبوب ساوند. يبقى نتفق مع بعض ان دايما ذوبان اي الكلاي ميتال مع الميه بيعمل انفجار، لان اي الكلاي ميتال بيبقى فيري اكتف، بيتفاعل حلو جدا، فلو دخل على الميه بيطرد الاتش ويقعد مكانها ويطلع لي هيدروجين جاز يعمل بيرن وسبوب ساوند. يعمل ايه يا شباب؟ بيرن ويز بوب ساوند. ده بالنسبه للكلام. فالصوديوم لو دخل على الميه يطرد الاتش ويقعد مكانها ويطلع الهيدروجين جاز بيرن وسبوب ساوند. طيب السؤال كده ده عمل انفجار فيخلي درجه حراره الميه تزيد، فالاجابه كده يا ايه يا سي. ما هي درجه الحراره اكيد هتزيد من 20، مفيش غير رقم اعلى منها 23 و23. امير قال ان اي حاجه بتبدا ب اتش اسيد، طب اي حاجه بتنتهي ب او اتش بيز، يبقى درجه حراره الميه هتزيد والسوليوشن اللي طلع هيبقى بيزك. يبقى الاجابه الصح هنا هي لتر سي، درجه حراره الميه هتزيد والسوليوشن اللي طلع هيبقى بيزك. تمام. ده بالنسبه لي اجابه السؤال ده. السؤال اللي بعده ده سؤال سهل، وهعلمك برضو في فكره اقول لك انا ازاي بجيب الفالنسيز وكده بالمره، عشان تبقى انت برضو قاعد متابع معايا، لان هم بنسبه كبيره هيدخلوكوا بورقه مفاهيم فيها البريودك تيبل، فدي تبقى مصلحه ليكم. وين هوت رابيديوم ميتال، لما نجيب ماده الرابيديوم قشطه، الرابيديوم دي رمزها ار بي، ولو مش عارف غشها من الاختيارات. هنفعلها مع السلفر، السلفر رمزها اس. رابيديوم مع سلفر هتطلع رابيديوم سلفايد. رابيديوم ايه؟ سلفايد. هو بقى عايز اللي طلع ده الفورمولا بتاعته تبقى عامله ازاي؟ تعال اعلمك. الرابيديوم لو ما تعرفش غش من البريودك تيبل، ماده الكالاي ميتال يعني من جروب 1 اي. فالرابيديوم ماده من جروب 1 اي. ايوه يعني اهلا وسهلا، نعمل ايه؟ لا تعمل كتير. معنى ان الرابيديوم ماده من جروب 1 اي، فده معناها بص بقى ازاي بحسب الفالنسي لما بنقعد نعمل المقص. تعالى بقى نقول لك ازاي بنجيب الارقام، انا جاي هنا اشرح من التفاصيل يعني. معنى ان الرابيديوم ماده في جروب 1 اي، فده معناه انت لو جيت توزعها هتلاقي دايما اخر انرجي ليفل في كام؟ 1. اي ماده عندها اخر انرجي ليفل في 1 تعمل جين ولا لوز؟ تعمل لوز 1. تعمل لوز ايه؟ 1. فمعنى ان الرابيديوم ده بيخسر 1 يبقى الفالنسي بتاعته ب 1. شكرا. طب السلفر بقى فين مكانه؟ افتح البريودك تيبل وغش، اقعد تدور على السلفر فين في البريودك تيبل، هتلاقي السلفر في جروب، انا عشان حافظ بحل بسرعه، 6A. معنى ان السلفر في جروب 6A نعمل ايه يعني؟ لا تعمل كتير. معنى ان السلفر في جروب 6A يبقى عنده اخر انرجي ليفل في كام الكترون؟ 6. لما اخر انرجي ليفل يكون فيه 6 الكترونات، ده معناه ان هو بيخسر 6 ولا بيكسب 2؟ الاجابه بيكسب 2. ما هو اي ماده عندها اخر انرجي ليفل 6 الاسهل لها انها تكسب 2. معنى ان السلفر بيكسب 2 يبقى الفالنسي بتاعته ب 2. طب كل ماده بتاخد رقمها ولا العكس؟ العكس. فالار بي هتاخد ال 2 ولسه هتاخد ال 1، فالشكل النهائي هيبقى ار بي 2 وال1 ما بتتكتبش، اللي خدت ال1 ال1 ما بتتكتبش، فهتبقى ار بي 2 اس. ار بي 2 اس الاجابه اللي موجوده في لتر بي بالستبس اهي والتفاصيل الممله. رقم 8 بيقول لي سعادتك The following is correct concerning alkali metal nitrate.
مين من هذه الاختيارات صح في التعبير عن الالكالاي ميتال نايتريت؟ طيب ركز في السؤال ده عشان بنسبه كبيره هيقابلك. يعني ايه نايتريت بالمناسبه؟ اللي ما يعرفش نايتريت، فالنايتريت دي راديكال مش ماده، ورمزها NO3 باور نيجاتيف 1. يعني الفالنسي بتاعتها ب1 او بنيجاتيف 1 لو انت عايز تقولها بالتشارج. فانا بقول لك يا مستر ابلع ريقك، يعني ايه راديكال؟ بص يا حبيبي، نايتريت دي عباره عن ان ولا NO؟ لا دي عباره عن NO3. الراديكال هو مركب، والمركب هو عباره عن مجموعه مواد اتحدت مع بعض وكونوا حاجه جديده. الراديكال عباره عن مجموعه مواد اتحدوا مع بعض وكونوا حاجه جديده. فده النايتريت NO3 باور نيجاتيف 1. فدول عباره عن ان وثلاث اوهات اتحدوا مع بعض عملوا النيتريت NO3 باور نيجاتيف 1. كلام سليم كلام سليم. خلي بالك النيتريت ده الفالنسي بتاعته ب1، الفالنسي بتاعته ب1، لان ده مش هتلاقيه في البريودك تيبل، ده بتحفظه. ده في اول حصه في ثالثه ثانوي في الكورس التاسيسي بنعمل لكم حاجه اسمها كورس تاسيسي، بيبقى اول حاجه فيه كده بسم الله على الريق الراديكالز، تقعد تحفظ الرمز بتاعها والفالنسي بتاعتها. طيب تعال نشرح على ماده حقيقيه. هو عايز الكالاي ميتال ماسك مع نيتريت، الكالاي ميتال بعشق حاجه اسمها الصوديوم، نيتريت يبقى ماسك مع NO3. على فكره الصوديوم جروب 1 ايه يبقى الفالنسي 1، والنيتريت هي كمان فالنسي 1، وطالما ده فالنسي 1 وده فالنسي 1 يبقى مفيش ارقام هتتكتب. اي ميتال نيتريت ايه اللي بيحصل له؟ جماعه اي ميتال نيتريت بيتكسر تكسير جزئي بارشيال ديكومبوزيشن. اي ميتال نيتريت بيحصل له تكسير جزئي. اي ميتال نيتريت بيكسر تكسير جزئي اول لما يقابل الحراره. يعني ايه تكسير جزئي؟ يعني جزء صغير منه اللي بيطلع. ايوه يعني ايه اللي بيطلع؟ اي ميتال نيتريت بالحراره بيتكسر تكسير جزئي ويتحول الى ميتال نيترايت NaNO2. ثانيه واحده كده، نيتريت رمزها NO3، نيترايت رمزها NO2، يبقى نيتريت NO3 نيترايت NO2. وعلى فكره الاثنين فالنسي 1. فالميتال نيتريت لما بيقابل الحراره، اي الكالاي ميتال ماسك مع النيتريت لو قابل حراره مش بيكسر تكسير كامل، بيكسر جزء منه. بدل ما يبقى NO3 او NaNO3 لا هيبقى NaNO2. كده ايه اللي ناقص منه؟ بقول لك بدل NaNO3 بقى NaNO2، يبقى اللي ناقص منه وهايه، فاللي هيخرج اكسجين. ايوه بس الاكسجين جاز ده بيتكتب O ولا O2؟ لا ده بيتكتب O2. وطالما ضربت جزء من الايكويشن في 2 يبقى اضرب باقي الايكويشن في 2. يبقى نتعلم مع بعض من السؤال ان اي ميتال نيتريت لو قابل الحراره بيتحول لميتال نيترايت ويخرج اكسجين. اي ميتال نيتريت من ابو 3 اوهات بيتحول لميتال نيترايت من ابو اوهتين ويخسر اكسجين. وبيحصل له كومبليت ديكومبوزيشن ولا بارشال ديكومبوزيشن؟ بارشال ديكومبوزيشن. فالاجابه الصح لتر بي، ان كلهم بيكسروا تكسير جزئي وبيخرجوا اكسجين جاز. كلهم بيكسروا تكسير جزئي ويخرجوا اكسجين جاز. شكرا فهمتك يا مستر. السؤال اللي بعده which of the following observation اي من هذه الاختيارات رقم 9 بيقول لك مين من الاختيارات دي بيعبر عن الكوستيك صودا لما تدوب في الميه. طب انت بسم الله كده اصلا مش عارف مين هي الكوستيك صودا، اتعلم من المراجعه. الكوستيك صودا قصده بيها NaOH. فلو بيقول لك طب ما كان قال NaOH، لا ما هو عايز السؤال صعب. ما هو NaOH ده اسمها صوديوم هيدروكسيد اصلا، صوديوم Na هيدروكسيد OH، فصوديوم هيدروكسيد NaOH. بس هو حب يقول كوستيك صودا اللي هي NaOH. بيقول لك مين من هذه الاختيارات بيعبر عن الحاجات اللي هتحصل لما الكوستيك صودا تدوب في الميه. معنى ان الماده هتدوب في الميه يبقى الماده قبل ما تدوب NaOH قبل ما تدوب كانت سوليد، ولما قابلت الميه دابت فبقت اكوس. بقت ايه؟ اكوس. يبقى NaOH قبل ما تدوب في الميه كانت سوليد، بعد ما دابت في الميه بقت ايه؟ اكوس. مبدئيا كده يا جماعه معلومه مني ليك، ذوبان NaOH في الميه بيسخن الميه لان ده ذوبان اكزوثيرميك. ذوبان ايه يا جماعه؟ اكزوثيرميك. يبقى نحفظ بقى دي مع بعض. NaOH لما بيدوب في الميه بيخرج حراره لان ده ذوبان، دي من معلومات الدرس، ده ذوبان اكزوثيرميك. طيب تاني حاجه NaOH ده بيز ولا مش بيز؟ بيز. ما هو ده NaOH وبقى NaOH فده كده كده بيز. اي حاجه بتنتهي ب OH تبقى بيز. حد فاكر البيز كان بيحول لون الليتمس الى ايه؟ اي حاجه بيز لو قابلت الليتمس بيبر كانت تحول لونها لبلو. ماشي نقرا بقى نشوف ايه اللي بيحصل. رقم 1، هل درجه حراره الميه هتقل؟ انت هتستفزني، ما احنا لسه قايلين ده بيدوب في الميه اكزوثيرميك بيخرج حراره، يبقى الحراره هتزيد يا عم الحاج. رقم 2، هل في ترسيب هيتكون؟ استغفر الله.
اذا كان هي كانت سوليد ودابت بقت اكوس دايبه، يبقى هل في ترسيب اتكون؟ ده الترسيب اختفى. 3 هل في كميه من الحراره خرجت؟ ايوه، ما ده اكزوثيرميك بيخرج حراره، صح؟ الحمد لله. 4 هل السوليوشن اللي طلع ده هيحول الليتمس لبلو؟ ايوه هيحول الليتمس لبلو، ليه؟ لانه بيز، صح؟ 5 هل في جاز خرج؟ لا مش شايف جاز، غلط. يبقى كده اللي بيحصل 3 و4، يبقى الاجابه الصح لتر ايه؟ شكرا. تمام. 10 من الاسئله المهمه جدا وركز بقى فيها علشان سؤال غتت حبتين، سؤال غتت حبتين، فركز فيه وبنسبه كبيره برضه هتلاقيه مقابلك، لان الانود والكاثود دي حته مهمه بالنسبه لهم، داخله معاك في ثانويه عامه في الباب الرابع الكيمياء الكهربيه او شابتر 4 الكتروكيمستري، من اهم الشباتر اللي بندرسها في ثانويه عامه برضه. طيب اون الكتروليسيس، عايز اعلمك يا روح قلبي حاجه، يعني ايه الكتروليسيس؟ لايسيس يعني تكسير، الكترولايسيس يعني تكسير بالكهرباء. فانا عندي ماده هدوبها جوه الميه واوصل لها كهرباء، فتقوم الماده بالكهرباء متقسمه لبوزيتيف ونيجاتيف اجباري، والبوزيتيف يتشد النيجاتيف البطاريه والنيجاتيف يتشد البوزيتيف البطاريه اجباري. الكهرباء بتجبر الماده تعمل اللي هي مش عايزاه، الكهرباء بتجبر الماده تعمل اللي هي مش عايزاه. ماشي. هنعمل الكتروليسيس لمولتن ميتال كلورايد، يعني الميتال ماسك مع السي ال. بقول لك ايه، انا ما بحبش الحوارات، يعني مثلا ان اي سي ال، تعالى نتكلم على ماده بجد، ان اي سي ال، بلاش بقى جو الميتال كلورايد، كلمني على ماده. حتى هو قال كلورين اهو. ماشي، الكلورين جاز هيروح عند الانود. ستوب، عايز بقول لك على حاجه. البطاريه فيها حاجتين، انود وكاثود. الانود دايما بيكون بوزيتيف، الانود دايما بيكون ايه؟ بوزيتيف. احفظ بقى اللي بيحصل معايا. هو طالما جاب سيره الانود هو بيقول لك عايز اعرف التفاعل اللي بيحصل عند الانود. تعالى لي. الانود دايما بيكون بالبوزيتيف، فبالتالي ال NaCl دي اول لما تخش الميه ونوصل البطاريه في الميه دي اوتوماتيك هتتفكك الى Na بوزيتيف وCl نيجاتيف. فاللي هيحصل ان جوه الميه انا ما عنديش NaCl، لا انا جوه الميه بعد ما دوبت ال NaCl ووصلت كهرباء بقى عندي Na بوزيتيف وCl نيجاتيف. الانود ده بقى اكمنه بوزيتيف، فهو جوه الميه طرف البطاريه الانود ده اكمنه بوزيتيف، فاذا هو مش هيسحب ال Na بوزيتيف اللي زيه، مفيش بوزيتيف يتشد للبوزيتيف، فهيسحب الCl النيجاتيف. فالCl النيجاتيف هي اللي هتتشد لمين؟ للانود. اشمعنى؟ عشان هي بالنيجاتيف والانود بالبوزيتيف. طيب اي ماده بتروح للانود بتروح له ليه؟ احفظ، عشان دايما عند الانود بيحصل عمليه اوكسيديشن. يعني ايه اوكسيديشن؟ احفظ، يعني لوز الكترون. فالسي ال هيروح يعمل لوزنج للالكترون، فبيقول لك الكلورين بيخسر. ايوه ما انا بقول لك الماده بتعمل اللي هي مش عايزاه لان الكهرباء بتجبرها. السي ال ده بنيجاتيف 1 يعني كسبان 1 الكترون. تتوقع لما يروح للانود هيخسر كام الكترون؟ 1. ما هو اصلا الشارج بتاعته بنيجاتيف 1، فهو يروح للانود، الانود يقول له طالما جيت لي يبقى لازم تخسر. طب هو الشارج بتاعته بنيجاتيف 1 يبقى يخسر كام الكترون؟ 1. فالسي ال نيجاتيف هيروح للانود يخسر 1 الكترون، وبدل ما يبقى سي ال باور نيجاتيف 1 هيبقى سي ال باور 0، يعني مش عليه تشارج. ما هو كان بنيجاتيف 1، طيب خسر الالكترون النيجاتيف 1، خسروا النيجاتيف 1، فخلاص كده ما بقاش عليه تشارج بقى 0. ما هو معنى ان هو خسر النيجاتيف يبقى البوزيتيف زاد بواحده، فخلاص بقى 0. ما هي النيجاتيف راحت والبوزيتيف جت مكانها فبقى 0، صفر نفسه. بس في معلومه صغيره، هو الكلورين السي ال او الكلورين بنقول عليه سي ال ولا سي ال 2؟ سي ال 2. طب وطالما ضربنا جزء من الايكويشن في 2 يبقى نضرب باقي الايكويشن في 2 ودي نمسحها ونخليها 2 الكترون بدل 1 الكترون. الايكويشن دي بقى موجوده فين؟ في بي. شكرا. يبقى دايما النيجاتيف بتروح للبوزيتيف عشان يحصل لها اوكسيديشن وتخسر، فانا لازم ادور على حاجه يكون فيها الالكترون بعد السهم بخسرها. طب وليه قلت 2؟ عشان الكلورين ده ماده داي اتوميك، ماده داي اتوميك. كلام سليم، كلام سليم. السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لي سعادتك ايه؟ which of the following، يلا بينا، which of the following reaction require the greatest amount of energy؟ اي من هذه الاختيارات هيحتاج اكبر كميه طاقه. تاني، اي من هذه الاختيارات بيحتاج اكبر كميه طاقه. هو ايه الاختيارات دي؟ تعالى وانا اقول لك. هو الصوديوم انا لسه قايل من شويه فوق ماده في جروب كام؟ 1A، يعني اخر انرجي ليفل عندها في كام الكترون؟ 1. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان الصوديوم اخرها تخسر كام الكترون بسهوله؟ 1. تاني، ده معناه ان الصوديوم اخرها تخسر كام الكترون بسهوله؟ 1. طب معنى ان الصوديوم اخرها تخسر 1 الكترون بسهوله، لو انا اجبرتها تخسر الكترون تاني زياده، سهل ولا صعب؟ صعب جدا. ليه؟ لان الالكترون الزياده ده هتضطر تخسره من الانرجي ليفل المليانه ب 8، فدي عمليه صعبه ولا مش صعبه؟ صعبه.
فاذا الصوديوم عشان يخسر 1 الكترون دي عمليه سهله جدا، لكن لو اجبرته انه يخسر الكترون تاني دي عمليه صعبه جدا. فهو بقى بيقول لك مين من دول بيحتاج اكبر كميه طاقه؟ الايكويشن اللي هتحتاج اكبر كميه طاقه ايكويشن سي. ليه؟ لان انا اوريدي عندي الصوديوم خسران 1 الكترون، خسران 1 الكترون. هنا بقى انت خليته خسران 2 الكترون، يعني خليته يخسر الكترون زياده، واحنا قلنا الصوديوم لو خسران 1 وانا حبيت اخليه يخسر الالكترون الثاني او الكترون زياده، الكترون زياده دي عمليه سهله ولا صعبه؟ صعبه جدا. فبالتالي العمليه دي بتحتاج اكبر كميه طاقه. ليه؟ اكتب جنبها عشان في الايكويشن دي الصوديوم هيخسر تاني الكترون من انرجي ليفل مليان، ودي عمليه صعبه جدا بتحتاج كميه طاقه عاليه. لان الصوديوم اوريدي خسران 1 فتوزيعته 2 8 فهو ستيبل كافي خير الشر ومبسوط. جيت انت بقى اجبرته يخسر الكترون زياده، بيقول لك مش عايز اخسره انا اخري 8 ما تخسرنيش حاجه. لا هتخسر، لا هتخسر، خلاص عشان تخسرني سخن جامد فهحتاج انرجي عاليه جدا عشان اخسر الكترون زياده من الانرجي ليفل المليان. فبالتالي اختيار سي ده اختيار هيحتاج كميه طاقه كبيره. رقم 12 بقى سؤال عبيط وانا لسه شارحه. اي من هذه الاختيارات لا يستخدم في الفليم تيست؟ انا قلت الفليم تيست 3 استخدامات، 3 حاجات بستخدمهم: بلاتينم واير، كونك اتش سي ال للتنظيف، وبانسن فليم. فالحاجه الوحيده اللي مش تبع دول هي الجلاس رود. الجلاس رود مش من الاستخدامات. طب لو عايز تعرف الجلاس رود بقى بنستخدمها في ايه اكتب جنبها: الجلاس رود تستخدم في الكشف عن الامونيا جاز. الجلاس رود دي كنا بنكشف بيها عن الامونيا جاز، كنا بنجيب مسطره ازاز نغطسها في اتش سي ال ونحطها فوق غاز الامونيا اللي خارج. غاز الامونيا اول لما يقابل الاتش سي ال اللي على المسطره الازاز يطلع دنس وايت فيومز، كنت بقول لك افتكرها بدخان الشيشه. فالجلاس رود دي مالهاش غير اكتشاف واحد، استخدام واحد سوري، الكشف عن الامونيا جاز. بما انك بقى بتحفظ كل حاجه وبنراجع الشابتر عن طريق الحل. الجلاس رود مش بتستخدم في الفليم تيست ولكن لها استخدام تاني، الكشف عن الامونيا جاز. تمام. السؤال اللي بعده رقم 13 بيقول لي سعادتك هنا ايه في رقم 13؟ هنا في 13 بيقول لي سعادتك مين من هذه الاختيارات is the least thermally stable carbonate of group 1A؟ يعني مين من دول الأقل ثبات حراري؟ بص يا بابا، مفيش ميتال ماسك مع كربونات بيتكسر بالحرارة. فلو بيقول لك ابلع عليك بس يا مستر، مين الكربونات دي؟ حاجة كده شبه النيتريت، بس الكربونات دي عبارة عن CO3 باور نيجاتيف 2. يعني رمزها CO3 الفالنس بتاعتها ب 2 والاكسيديشن نمبر بنيجاتيف 2، يعني بتحب تكسب الكترونتين. ماشي. ايه بقى يا مستر اللي انت عايز تقوله؟ انا كده فهمت الكلام. اللي انا عايز اقوله ان اي الكلاي ميتال لو مسك مع كربونات اللي هي CO3 وقابل الحراره عمره ما بيتكسر. يعني صوديوم كربونات، بوتاسيوم كربونات، رابيديوم كربونات، اي الكلاي ميتال لو مسك مع CO3 وقابل الحراره عمره ما هيتكسر، ما عدا تتوقع مين اللي في جروب 1A لو مسك مع الكربونات هيتكسر بالحراره؟ انا قلت لك بنسبه 90%. لو في ماده في الامتحان انت شاكك ومش عارفها اختار ليثيوم. الليثيوم تقريبا هو اللي عليه كل الاكسبشنز. لو جه قال لك مين الماده الوحيده اللي بتتفاعل مع النيتروجين؟ ليثيوم. مين الماده الوحيده اللي لو اتفاعلت مع النيتروجين ودابت في الميه تعمل امونيا؟ ليثيوم. مين الماده الوحيده اللي لو مسكت مع الكربونات تتكسر بالحراره؟ ليثيوم. الليثيوم بتعمل كل الاكسبشنز. فلما تشك في حاجه وتلاقي ليثيوم اختارها وادعي لي، ليثيوم كربونات. ليه؟ حضرتك اي ميتال كربونات لو قابل الحراره مش بيتكسر، ثيرمال ستيبل. اكتر واحد ضعيف وخايف وهبل وبيتكسر بالحراره لو قابل الحراره هو الليثيوم كربونات. طب بيتكسر ازاي وبيطلع ايه؟ تعالى وانا اقول لك. الليثيوم كربونات يا عيني بيبقى ثابت زيه زيهم والله، بس للاسف اول لما بيوصل لدرجه حراره 1000 او فوق ما بيقدرش يمسك نفسه وبيتكسر. فالليثيوم كربونات هو الاقل ثبات حراري، الوحيد اللي بيتكسر بالحراره. طب بيتكسر من اول درجه حراره كام؟ 1000. طب بيدي ايه بقى؟ الليثيوم كربونات لما بيتكسر بيطلع ليثيوم اوكسايد، والاهم من ده كربون دايوكسيد جاز. يبقى نحفظ مع بعض ان الليثيوم كربونات لو قابل الحراره بيطلع كربون دايوكسيد جاز. تاني، الليثيوم كربونات لو قابل الحراره بيطلع كربون دايوكسيد جاز. تاني، الليثيوم كربونات هو الوحيد اللي بيتكسر بالحراره، ولو اتكسر بيطلع كربون دايوكسيد جاز. كلام سليم، كلام سليم. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده. السؤال ده هيطلع عين اللي خلفونا شويه، وبعد كده ايه الدنيا هتبقى سهله شويه. لا تقلقوا يا جماعه، كده كده عدد الاسئله مش هيبقى كبير قوي، يعني هو عدد الاسئله قليل بس احنا بنطول بس في السؤال هو ده اللي عامل التعب كله. لكن غير كده والله الدنيا سهله. اول حاجه هنا في غلطه، كل الاختيارات عايزها بدل ما هي K2O تبقى KO2. KO2 دي غلطه مطبعيه. KO2 وسيبك من اللي مكتوب وتعالى لي على جنب. انا عندي LI2O
وبعد كده عندي Na2O2 Na2O2 وبعد كده عندي KO2 اللي انا عدلتها KO2 اللي انا عدلتها. هو عايز بقى مني ايه في السؤال؟ انا بس بحضر لك الدنيا. هو بيقول لك رتب الاوكسايدز دي من الصغير للكبير ascending من الصغير للكبير على حسب الاكسيديشن نمبر بتاع الاكسجين. يعني عايزك في كل شكل من دول تقول لي الاكسجين اللي التشارج بتاعته بنيجاتيف كام، وبعد ما تحسبها رتب لي الارقام دي من الصغير للكبير. طيب بحسبها ازاي؟ بص معايا. اول حاجه بشاور على الاكسجين. بص يا بابا، هنا اي كومباوند مجموع التشارج بتاعه بزيرو. اللي بسال عنه ينزل زي ما هو، انا بسال على الاكسجين فالاكسجين تنزل زي ما هي، هكتبها او كده عشان تبقى واضحه. الليثيوم اللي التشارج بتاعتها بكام؟ اي ماده في جروب 1 ايه الاكسيديشن نمبر بتاعها بوزيتيف 1. اي ماده في جروب 1 ايه الاكسيديشن نمبر بتاعها بوزيتيف 1، ودي في جروب 1 ايه يبقى دي البوزيتيف 1. طب الليثيوم الواحده بوزيتيف 1 يبقوا الاثنين بوزيتيف 2 بلس او، الليله دي كلها ايكوال كام؟ زيرو. يبقى الاو ايكوال البوزيتيف 2 هتروح الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 2، يبقى الاو هنا اللي التشارج بتاعتها بنيجاتيف 2. كلام سليم. طيب نيجي هنا عايزين نحسب الاو بكام؟ هقول له عيني. الاو لوحدها ولا في كومباوند؟ اي كومباوند بساوي بكام؟ زيرو. اللي بسال عنه ينزل زي ما هو. طب انا هنا عندي واحده او ولا اثنين؟ لا المره دي انا عندي 2 او فاكتب 2 او. الليله دي كلها ايكوال زيرو. طب ال ايه بكام الاكسيديشن نمبر بتاعها؟ ال ايه ماده في جروب 1 ايه، يبقى الاكسيديشن نمبر بتاعتها بوزيتيف 1. طب انا عندي واحده ايه ولا اثنين؟ اثنين. الواحده بوزيتيف 1 يبقوا الاثنين ببوزيتيف 2 بلس 2 او ايكوال زيرو. ال 2 او تنزل زي ما هي، والبلس 2 تروح الناحيه الثانيه تبقى ماينس 2. الاثنين او بنيجاتيف 2 يبقى الاو الواحده ايكوال نيجاتيف 2 على 2 تبقى ايكوال نيجاتيف 1، فهنا الاو بنيجاتيف 1. صباح الفل. نيجي هنا عايز احسب الاو لوحدها ولا في كومباوند؟ في كومباوند. توتال التشارج بكام؟ زيرو. اللي بسال عليه ينزل زي ما هو. طب انا عندي 2 او، التوتال بزيرو. الكي اللي التشارج بتاعتها بوزيتيف كام؟ 1، فاشيل الكي واحط مكانها بوزيتيف 1. الليله دي كلها ايكوال زيرو، يبقى ال 2 او ايكوال البوزيتيف 1 تيجي الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 1، فالاو الواحده ايكوال نيجاتيف 1 على 2 يعني ايكوال نيجاتيف هاف. ايكوال نيجاتيف كام؟ هاف. فالاو هنا بنيجاتيف 2، الاو هنا بنيجاتيف 1، الاو هنا بنيجاتيف هاف. هو عايزها من الصغير للكبير. مين اصغر واحده؟ انا طبعا بالنيجاتيف، فالنيجاتيف 2 اصغر واحده، بعد كده النيجاتيف 1، بعد كده النيجاتيف هاف. فاصغر تشارج هي النيجاتيف 2. النيجاتيف كل ما الرقم بيزيد كل ما يبقى ده اقل حاجه. فال LI2O اصغر من ال Na2O2 اصغر من ال KO2، فالاجابه الصح هنا هي لتر دي. الاجابه الصح هنا هي لتر دي. ده كده يا شباب بالنسبه لاجابه السؤال رقم 14. نبدا بقى مع بعض هنا برقم 15. بيقول لي سعادتك ايه؟ يلا بينا. بيقول لي سعادتك when sodium metal react with، نجيب كده القلم الجميل، لما ماده الصوديوم تتحرق مع كميه زياده من الاكسجين في وجود الحراره، ايه اللي هيتكون؟ بصوا يا جماعه، عايز اراجع حاجه. الليثيوم لو اتفاعل مع الاكسجين بيطلع حاجه اسمها Li2O. الشكل ده بيبقى الاكسجين فيه بنيجاتيف 2، وده بقول عليه النورمال اوكسايد، فالليثيوم بيعمل نورمال اوكسايد. خلصنا. الصوديوم بقى لو اتقابل مع الاكسجين هيولع، بس ده بقى بالحراره بيعمل حاجه اسمها Na2O2. وعشان طبعا هنا احط 2 عشان البالانس والشغل ده، تمام كده. وهنا 2 سوري، يبقى هنا كده احط 4. تمام، ده عشان بالانس اللي فوق، انا بس مش فارق لي البالانس دلوقتي. الصوديوم بقى لو اتفاعل مع الاكسجين بيعمل حاجه اسمها صوديوم بيروكسايد. فالصوديوم مع الاكسجين مش بيطلع نورمال اوكسايد بنيجاتيف 2، لا بيطلع حاجه اسمها بيروكسايد، وهنا الاو بيبقى بنيجاتيف 1. ده للمراجعه برضو. يبقى الليثيوم مع الاكسجين بيعمل حاجه اسمها النورمال اوكسايد. النورمال اوكسايد دي دايما على وزن M2O. اما بقى الصوديوم دي برضو عامل لها بالانس، لو اتفاعل مع الاكسجين بيعمل حاجه اسمها الصوديوم بيروكسايد، ودي دايما على وزن M2O2. وفي الاغلب اللي بيعمل بيروكسايد هو دايما الصوديوم. الوحش الاخير البوتاسيوم، ده لو اتفاعل مع الاكسجين بيطلع K2O، بيطلع K2O، وهنا في 2 O يبقى احط هنا 2، وعشان البالانس سوري بيطلع KO2، بيطلع يا ابن بيطلع KO2 بجد انا زهقت. M2O2 تمام. هنا بقى البوتاسيوم مع الاكسجين بيطلع KO2 ودي كده موزونه. هنا بقى الاكسجين بتبقى بنيجاتيف هاف، والشكل ده بنسميه سوبر اوكسايد. بنسميه يا شباب سوبر اوكسايد، ده كده اسمه سوبر اوكسايد. وهنا الاو بتبقى التشارج بتاعتها بنيجاتيف هاف. يبقى الليثيوم مع الاكسجين بيطلع نورمال اوكسايد اللي هو الاو بنيجاتيف 2 عادي، وده بيبقى على وزن M2O. الحته دي هتجيلك انقلها.
الصوديوم مع الاكسجين بيطلع حاجه اسمها بيروكسايد، صوديوم بيروكسايد، وهنا الاو بتبقى التشارج بتاعتها بنيجاتيف 1 ودي على وزن M2O2. البوتاسيوم بقى مع الاكسجين دي بتطلع KO2 ودي اسمها سوبر اوكسايد، وهنا الاو بتبقى بنيجاتيف هاف. بنسبه 100% اللي بيعمل النورمال هو الليثيوم، بنسبه 100% برضه اللي بيعمل البيروكسايد هو الصوديوم، ودايما اللي بيعمل السوبر اوكسايد هو البوتاسيوم. خلصنا. هو بيقول لك هو الصوديوم لما يتفاعل مع الاكسجين هيطلع ايه؟ صوديوم بيروكسايد، فNA2O2. يبقى كده الاجابه يا بي يا دي. التكمله، لما الصوديوم بيروكسايد ده يتفاعل مع HCl، تعالى بقى نكتب دي تحت. لما الصوديوم بيروكسايد يتفاعل مع ال HCl، بص يا بابا دي واحفظها معايا. لما ده يتفاعل مع ال HCl ايه اللي هيحصل؟ طبعا ال Na هتمسك مع الCl بعيد مع بعيد، دي هتطلع NaCl، سيبك منها. الاهم ان ال H هتمسك مع ال O تعمل حاجه اسمها H2O2 هيدروجين بيروكسايد، H2O2. ده لو اتفاعل مع الاسيد يطلع H2O2، اما ال KO2 ده لو اتفاعل مع ال HCl يطلع H2O2 بلس O2. يعني البيروكسايد لو اتفاعل مع اسيد او مع ميه يحولهم ل H2O2 بس. السوبر اوكسايد ده لو اتفاعل مع اسيد او مع ميه يطلع H2O2 معاها O2. طب والنورمال مش عليك الايكويشن بتاعته. يبقى لو انا جبت الصوديوم بيروكسايد وفعلته مع HCl اسيد او مع ميه اعرف ان في H2O2 طالعه. طب لو انا جبت البوتاسيوم سوبر اوكسايد وفعلته هو كمان مع HCl اسيد او ميه هيطلع H2O2 مع اكسجين. طب احنا هنا بنتكلم على البيروكسايد، فده يطلع NaCl ده اساسي وH2O2، فالاجابه الصح تبقى بي. امتى تبقى دي؟ لو كان بدل ال Na كان جايب الكي، دي فعلا اللي بتطلع H2O2 مع O2، فالسوبر اوكسايد هي اللي تطلع O زياده، البيرو تطلع H2O2 بس. طب والليثيوم مش عليك تطلع ايه اصلا. شكرا، فهمتك يا مستر. السؤال اللي بعده 16، نشوف بيقول لي سعادتك ايه هنا 16. يلا بينا. اي من هذه الاختيارات صح في التعبير عن الليثيوم؟ يخرب بيت الليثيوم ده مليان حوارات يا جدعان، نقرا بقى ونشوف. بيقدر يعمل 3 انواع من الاوكسايدز. غلط، انا لسه قايل الليثيوم بيعمل نورمال اوكسايد ما بيعملش ال3 انواع. بي اتس كربونيت نيفر ديكومبوز باي هيت. والله ما احنا لسه قايلين ان الليثيوم مع الكربونيت بيتكسر بالحراره عند درجه حراره 1000 وبيطلع غاز CO2. جاي تقول لي نيفر ديكومبوز باي هيت؟ ده عند مين ده ان شاء الله؟ سي الليثيوم بيتفاعل مع النيتروجين ويطلع ليثيوم نيترايد. ايوه، ما الليثيوم الماده الوحيده اللي بتقدر تتفاعل مع النيتروجين وتطلع ليثيوم نيترايد، فسي صح، فاختارها سي. دي الاجابه الصح اللي بتتكلم عن الليثيوم. هو هنا بقى بيقول لك عنده ميتاليك بوند اقوى من البيريليوم؟ لا، لان الليثيوم عنده الفالنس الكترون فيها 1 اخر انرجي ليفل، اما البيريليوم عندها اخر انرجي ليفل فيها 2. واحنا قلنا ان الميتاليك بوند بتعتمد على عدد الالكترون في اخر انرجي ليفل، وطالما ده عنده 2 وده عنده 1 يبقى ده الميتاليك بوند بتاعته اقوى من الليثيوم مش العكس. تمام. 17 سؤال هربان من شابتر 1. اي من هذه الاختيارات صح؟ او الدوت دياجرام المظبوط في تعريف، يعني في تفاعل الامونيا مع الهيدروجين كلورايد. يا جماعه الامونيا NH3 ال N كانت بتمسك مع 3 اتشاب بالمنظر ده، نقطه 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 نقطه. طب ال N دي كانت في جروب 5A، يعني عندها اخر انرجي ليفل في 5، كده خارج منها نقطه 2 3، فكان بيبقى لها 2. طب ال HCl بقى ادي HCl، الCl دي في جروب 7A، في اخر انرجي ليفل عندها في 7، فدي بيخرج منها 7 نقط، نقطه 2 3 4. طبعا واحده فيهم هتمسك بيها مع الاتش، كده خارج منها 4، باقي لها كام من 7؟ باقي لها 3. 1 2 3، كده دي خارج منها 2 4 6 7. ده كده الشكل النهائي. الشكل اللي انا رسمه ده بقى موجود فين؟ سي، موجود في سي. سؤال 18 اشطب عليه. سؤال 18 ملغي، محطوط في ملزمه غلط، ملغي، اشطب لي عليه. سؤال 18 ملغي. 19 الامونيا جاز. الامونيا جاز رمزها ايه؟ لو مش عارف اعرف عشان خاطري NH3. والنيتروجين جاز رمزها ايه؟ N2. السؤال ده مش منهج، سؤال تشغيل دماغ. هو الامونيا جاز اللي رمزه NH3 والنيتروجين جاز اللي رمزه N2 هما الاثنين زي بعض في ايه؟ هل هما الاثنين ليهم كاركترستيك اودور؟ ليهم رائحه مميزه؟ النيتروجين اللي في الجو ملوش ريحه، الهواء ملوش ريحه، لكن الامونيا لا طبعا ليها ريحه. الامونيا دي نشاده ليها ريحه وريحه قويه، فلو هنتكلم عن الريحه النيتروجين ملوش ريحه، اما الامونيا ليها كاركترستيك اودور، فهم مش زي بعض في دي. لا. هل هما الاثنين سبارنجلي سوليبل ان ووتر؟ يعني ما بيدوبوش في الميه؟ لا بيدوبوا في الميه عادي،
بس مش هما الاثنين بيدوبوا في الميه، هو الامونيا بس اللي بيدوب في الميه. الامونيا بس اللي بيدوب في الميه. النيتروجين ما يدوبش في الميه بس الامونيا يدوب، مش سبارنج سوليبل ان ووتر، لا الامونيا يدوب. حتى بصوا يا جماعه احفظوا ان الامونيا لما بيدوب في الميه بصوا بيعمل ايه؟ بصوا بيعمل ايه؟ معلمك الميه دايما ايه وايه؟ اتش واو اتش. اتش تروح مع الان اتش 3 تخليها ان اتش 4 والاو اتش تخش تقعد. حتى الامونيا دي بنقول عليها بيزك جاز. عارف ليه دي بنقول عليها بيزك جاز؟ عشان لما دابت في الميه طلعت ماده بتنتهي باو اتش. اذا هي بيز وبتدوب في الميه. يبقى من الايكويشن دي عرفت معلومتين، ان الامونيا بتدوب في الميه وان الامونيا بيز عشان طلعت ماده بتنتهي بالاو اتش. صباح الفل. ففكره ان هما الاثنين مش بيدوبوا في الميه دي لا، كلمه سبارنج لسوليبل ان ووتر يعني مش بيدوبوا في الميه، لا يا باشا النيتروجين ما بيدوبش فعلا لكن الامونيا بتدوب عادي. فدي غلط. هو عايز زي بعض في ايه؟ سي هما الاثنين عندهم نيوترال افكت على الليتمس. لا ده هناك. هو النيتروجين ممكن يكون عنده نيوترال افكت بس الليتمس الامونيا مستحيل يكون عندها نيوترال افكت لان الامونيا دي بتعتبر بيز. ما معنى الامونيا دابت في الميه طلعت ماده بتنتهي باو اتش يبقى الامونيا بيز. يبقى الامونيا مع الليتمس مش هتاثر؟ لا طبعا الامونيا هتحول الليتمس لبلو لان الامونيا بيز. الامونيا بيز. فدي معلومه غلط. الاجابه دي هما الاثنين اخف من الهواء لان الهواء فيه اكسجين والاكسجين ماده تقيله فبتتقل الهواء. اما الامونيا والنيتروجين ما فيهمش اي اوهات فعشان كده هما الاثنين زي بعض في ان هما اخف من الهواء. شكرا فهمتك يا مستر. رقم 20 The oxidation number of nitrogen is the highest in. اقعد في كل اختيار من دول احسب اوكسيديشن نمبر النيتروجين وشوف هيبقى اعلى واحد فين. الاجابه سي. ليه؟ اشرح. N2O5 انت بتسالني على مين؟ النيتروجين. قاعد لوحده ولا في كومباوند؟ في كومباوند. اي ماده قاعده وسط كومباوند دايما مجموع التشارج بزيرو. اللي بسال عنه ينزل زي ما هو. طب انا عندي واحده ان ولا اتنين؟ 2 ان. طب الاو بقى اللي التشارج بتاعتها بكام؟ لو عايز نحفظك فالاو دايما اللي التشارج بتاعتها بنيجاتيف 2. الاو دايما اللي التشارج بتاعتها بنيجاتيف 2. طب لو عايز تفهم الاو في جروب 6 اي واي ماده في جروب 6 اي معناها ان اخر انرجي ليفل عندها فيه 6 الكترونات. فده معناه ان هي بتخسر 6 ولا بتكسب 2؟ لا طبعا بتكسب 2. فالاو الواحده بتكسب 2 الكترونز فاللي التشارج بتاعتها بنيجاتيف 2. طب دي الاو الواحده اللي التشارج بتاعتها بنيجاتيف 2 انا عندي ما شاء الله 5 اوهات. طب الواحده بنيجاتيف 2 يبقوا الخمسه بنيجاتيف كام؟ 10. الليله دي كلها ايكوال كام؟ 0. يبقى كده 2 ان ايكوال النيجاتيف 10 تروح الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف 10. بوزيتيف 10 كده الاثنين ان بوزيتيف 10 يبقى الان الواحده ايكوال بوزيتيف 10 على 2 يبقى الان ايكوال بوزيتيف 5 ودي كده اعلى تشارج للنيتروجين ببوزيتيف 5 مفيش اعلى من كده. هنا الان بوزيتيف 4 لو انت عايز تتعلم اقعد احسبها مع نفسك وهنا الان بوزيتيف 3 احسبها مع نفسك ولازم تطلع نفس الارقام دي. وهنا 4 في نيجاتيف نيجاتيف 4 الناحيه الثانيه بوزيتيف 4 على 2 يبقى هنا الان بوزيتيف 2. تمام كده؟ تمام. 21 سؤال مهم جدا على فكره وبنسبه كبيره ممكن تلاقيه لانه متكرر كتير جدا في الكتب الخارجيه. 21 ده متكرر كتير في الكتب الخارجيه. In the presence of lightning عند وجود البرق لما الجو بيبقى فيه برق ايه الكونديشنز اللي هنحتاجها؟ طبعا الكونديشنز اللي هنحتاجها هتبقى موجوده علشان التو ميجر كومبوننتس بتوع الهواء يتفاعلوا مع بعض. بصوا يا جماعه المشكله ان وقت البرق بيبقى فيه زي شراره كهربيه. الشراره الكهربائيه اللي بتيجي من البرق دي بتخلي اهم مكونين للهواء يتفاعلوا مع بعض اللي هم النيتروجين والاكسجين ودول لما بيتفاعلوا مع بعض بيسحبوا الاكسجين من الجو فاحنا ما نعرفش نتنفس. عشان كده اوعى تفرح بشكل البرق ده يعمل مشكله في التنفس كبيره جدا. يبقى لما يجي يقول لي في وجود البرق الشروط بتتوفر ابقى فاهم ان في وجود البرق الشروط ايه اللي بتتوفر؟ شروط تفاعل اهم مكونين في الهواء مع بعض النيتروجين والاكسجين. تعال بقى نشوف التفاعل بيبقى عباره عن ايه. في وجود البرق اهم مكونين في الهواء بيتفاعلوا مع بعض وهما النيتروجين N2 والاكسجين O2. N2 بلس 2O بلس O2 هتطلع 2NO هتطلع الغاز ده. الغاز ده اسمه ايه؟ الغاز ده اسمه نيتريك اوكسايد. اسمه ايه يا شباب؟ نيتريك اوكسايد. يبقى ال N2 النيتروجين مع ال O2 الاكسجين بتطلع غاز ال NO ده اسمه نيتريك اوكسايد. الفكره بقى ان ال NO ده بيتفاعل مع باقي الاكسجين اللي في الجو ويتحول الى NO2 NO2 عشان برضو ايه البالانس. تمام كده يا شباب؟
انا بقى مش هاممني الايكويشن الثانيه، انا هاممني الاولى، ان في وجود البرق في مكونين اساسيين للهواء بيتفاعلوا مع بعض، مين ومين؟ نيتروجين واكسجين، وبيطلعوا غاز ال NO وده اسمه نيتريك اوكسيد. وبالمناسبه الغاز ده ملوش لون، فالغاز اللي بيطلع هو ايه؟ NO، النيتريك اوكسيد جاز، النيتريك اوكسيد جاز. السؤال اللي بعده ذا انهيدرايد. يعني ايه كلمه انهيدرايد؟ معنى كلمه انهيدرايد يعني لما تشيل ميه من الامونيوم هيدروكسيد هيبقى لك ايه؟ اول حاجه ايه رمز الامونيوم هيدروكسيد؟ امونيوم NH4 هيدروكسيد OH. هي الامونيوم هيدروكسيد دي لما تشيل منها ميه، ما كلمه انهيدرايد اوف امونيوم هيدروكسيد يعني الامونيوم هيدروكسيد دي لما تشيل منها ميه. الامونيوم هيدروكسيد لما تشيل منها ميه هيبقى ايه؟ حضرتك الميه H2O، فانا هشيل OH مع H، فاللي هيبقى غاز الامونيا. يبقى الامونيوم هيدروكسيد نحفظ NH4OH. على فكره دي فالنسي 1 ودي فالنسي 1، فما فيش ارقام بتتكتب تحت. طب الاثنين دول ال NH4OH لما تشيل منهم ميه هشيل OH مع H فيبقى لي الامونيا. فاللي هيبقى معايا لتر بي غاز الامونيا، غاز الامونيا. كلام سليم، كلام سليم. السؤال اللي بعده ايه هي الماده اللي بتتحط على الخشب عشان تحافظ على الخشب من تكون البكتيريا؟ ارزنك. الارزنك هي الماده اللي بنحطها على الخشب عشان نحافظ عليها من تكون البكتيريا. ده سؤال استخدامات واضح جدا وصريح. ازاي نكشف عن الامونيا جاز؟ والله لسه قايل بنكشف عن الامونيا جاز باستخدام الجلاس رود. بنجيب جلاس رود مسطره ازاز نغطسها في HCl ونحط المسطره الازاز اللي عليها ماده ال HCl فوق الامونيا جاز اللي خارج. الامونيا جاز اول لما تخرج وتتقابل مع ال HCl اللي على المسطره الازاز تعمل دنس وايت فيومز، دخان ابيض كثيف. فلما يقول لك ازاي نكشف عن الامونيا اوتوماتيك الاجابه يبقى فيها جلاس رود، باستخدام الجلاس رود، باستخدام الجلاس رود. طيب سؤال 25 خلاص قربنا نخلص، الملزمه 26 سؤال قربنا نخلص، اخر سؤال ده مقالي. سؤال 25 What is the similarity between the elements of group 1A and the elements of group 5A؟ بص يا بابا السؤال ده هي فكرته واحده بس، ايه التشابه ما بين المواد اللي في جروب 1A والمواد اللي في جروب 5A؟ ان هما الاثنين representative element، وهتتعلم الكلام ده اكتر في ثانويه عامه. اي ماده الجروب بتاعها بينتهي بحرف الاي، اي ماده رقم العمود بتاعها بينتهي بحرف الاي تبقى ماده ريبريزنتيف. فدول 1A ودول 5A، اذا هما الاثنين زي بعض في ان هما representative element. ده كده بالنسبه لاجابه السؤال 25 هتبقى لتر بي. يلا بقى بينا نشوف مع بعض السؤال المقالي بيقول ايه. طيب اخر سؤال معانا سؤال مقالي بيقول لك show by symbolic equation تفاعل الكالسيوم نيترايد. بصوا انتوا كان عليكم التفاعل ده باستخدام المغنيسيوم نيترايد، بس احنا مش مشكله نشتغل عادي بالكالسيوم نيترايد. كالسيوم نيترايد مع الميه، بسم الله. الكالسيوم Ca، النيترايد رمزها الكالسيوم Ca، النيترايد رمزها N. الكالسيوم ماده في جروب 2A فالفالنسي بتاعتها ب2 فرقمها هيروح للN. الN ماده في جروب 5A فالفالنسي بتاعتها ب3 فرقمها هيروح للكالسيوم. الماده دي هيفعلها مع الميه. انا معلمك على فكره اي تفاعل مع الميه عشان تعرف تحله لازم أن تفكك الميه الى H و OH. الكالسيوم البوزيتيف هتمسك مع ال OH هتعمل CaOH، CaOH هتعمل ايه؟ CaOH. طيب الكالسيوم فالنسي 2 رقمها هيروح لل OH، بس دي OH على بعض فهحط براكت 2 عشان ال 2 تتضرب في الاثنين. اما ال OH فالنسي 1 فرقمها هيروح للكالسيوم وال1 ما بتتكتبش بلس. الN هيمسك مع الاتش، اول ما قلت لك اول ما تلمح N مع اتش، اول ما تلمح N مع اتش اوتوماتيك اللي طالع امونيا، اللي طالع ايه؟ امونيا. وبالانساتك بقى يا معلم، هنا في 3 كالسيوم يبقى احط هنا كام؟ 3. طيب نيجي بعد كده هنا في 2 N يبقى احط هنا كام؟ 2. طيب نشوف بقى الاتشات. هنا 3 في 2 في 6 اتش، وهنا 3 في 2 في 6 اتش، يبقى مجموع الاتشات بعد السهم 12. قبل السهم في 2، يبقى اضرب دي في كام؟ 6 عشان تبقى 6 في 2 ب 12. وبكده الايكويشن تكون خلصت كامله. وبكده يا شباب يا محترم تم الانتهاء تماما من مراجعه شابتر 2 بريودك تيبل لطلبه ثانيه ثانوي. قفلنا شابتر 2 مع بعض يا شباب وراجعناه، كانت مراجعه مهمه جدا جدا. حاطط لك في اخر الملزمه كويز، بس هتلاقي الكويز ده بقى باجاباته، يعني الPDF اللي معاكم هو هنا عندي على الشاشه مش بالاجابات. انا هحط لكم ده كويز على شابتر 2، مش عارف احط لكم باجاباته ولا لا. بصوا انا هحط لكم غير اجاباته وهبعت اجاباته لوحدها على جروب الواتساب، فاهمني؟ او هبعت اجاباته لوحدها، يا اما هضيف اجاباته تحت خالص، يعني احط اجاباته كده في الاخر لوحدها تحت خالص بحيث ان انت تحله لوحدك. ده كويز تقريبا 14 سؤال، عايزك تحله لوحدك على شابتر 2 عشان تبقى ضمنت وجربت نفسك.
اتمنى يا طالب التانية ثانوي تكونوا فهمتوا كويس المراجعه دي. شويه تنبيهات ما تنساهاش، تكون مشترك معانا على جروب تانية ثانوي بتاع اليوتيوب على الواتساب، ما تسيبش الجروب ده، دايما تكون مشترك عليه. الجروب ده فيه كوميونتي وفيه شات الطلبه عاملينهم ما بينهم عشان يسالوا بعض، ولو في اي مشاكل يتابعوا مع بعض. لو انت مش عايز رغي وصداع خليك في الكوميونتي بس، لو انت بتحب تتشارك خليك على الجروب بتاع الواتساب. هو في كوميونتي وفي جروب واتساب، انا كده ببعت التنبيه في الاثنين. فدي اول حاجه، على جروب الواتساب بتاع طلبه تانية ثانوي يوتيوب مستر امير سلامه، اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن. تاني حاجه، لينك المنصه بتاعتي موجود، لازم تكون عامل عليه اكونت. اعمل اكونت على لينك المنصه بتاعتنا amirsalama.com، خش اعمل اكونت دلوقتي. رقم 3، سيف الرقم بتاعنا معاك، رقم الدعم اللي هو 010 94 57 3662. سيف الرقم ده عندك عشان ده اللي هيبعت لك الملزمه، وده الرقم اللي تقدر تشتري منه اي حصص لو انت عايزها. رقم 4 بقى، اتمنى ان انتوا كده تركزوا في المراجعه وتكونوا استفدتوا. لو تعرفوا حد تانية ثانوي متسوح ابعتوا له المراجعه دي وابعتوا له الرقم بتاعنا عشان خاطر يحمل منه الملزمه. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير في اخر شابتر باذن الله. باي باي يا طلبه تانية ثانوي.